السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده كده مع بعض هنعمل الصالة بتاعتنا، نفرشها كده ونظبطها. طبعا في دخول الشتاء انا ببقى شايلة السجاد في الصيف، وفي دخول الشتاء ببدأ ان انا افرش السجاد بتاعي واغسل كمان الفرش بتاع الركنة وكده. طبعا انا غسلت الفرش بقى بتاعت الركنة دي كلها وغسلتهم وظبطتهم، وهبدأ بقى ايه ان انا انضف الصالة. تمام. الفرشة بقى اللي بوريها لكم دي كانت بواقي قماش عندي، وانا يعني عايزة اخليه شكلها احلى من كده كمان. فديت خدادية عندي قديمة كده، من الركنة برضو، من نفس القماش بتاع الركنة. هظبطها، هعملها كده 4 تربع، هقسمها 4 تربع، وهحطها كده اعمل بيها شكل كده على البواقي القماش ديت، تدي منظر حلو. دوت بقى كنار كده انا اشتريته من المكتبة. يعني كل الكنار ده انا جبته ب10 جنيه، المتر كان بحوالي 4 جنيه. تمام. لا بس انا يعني جبت اللي يقضي الحرف بتاع القماشة كده، ده ب10، وكمان اللي بروزت بيه جوه القماشة بتاعت الخدادية جبته برضو ب10، يعني كلفتني 20 جنيه. مش كتير يا جماعة بانك تجددي الحاجة اللي عندك وتخلي يعني منظرها احلى واحلى كمان. تمام. انا بقى جبت الكنار ده كده، و يعني بركبه على حرف القماشة، وعملت الخدادية زي ما قلت لكم كده، قطعتها 4 تربع، وعملت كل ربع، يعني عملتهم 4 تربع جنب بعض، هتشوفوها دلوقتي معايا. 4 تربع كده على القماشة، ورحت حاطة على برضو على كل ربع منهم برواز من الكنار ده، الكنار اللي احمر ده، عملته على كل ربع زي ما انتم شايفين كده معايا، وخيطته بالمكنة. طبعا انا المكنه عندي في البيت، فيعني الحمد لله، الحمد لله اللهم لك الحمد، بتريحني كتير في حاجات كتير جدا. ويعني ايه، مش هقول ان انا بخترع، بس يعني بطلع حاجات جميله من حاجات موجوده عندي. تمام. ديت بقى كل الخداديات اللي عندي بعد ما ركبتها بقى، بعد ما غسلتها وركبتها، كل الخداديات اللي عندي، وحطيت بقى اللي باقيين، حطيت شويه كده. طبعا الارض نضيفه كل حاجه، وهشيلهم دلوقتي تاني احطهم فوق الركنه، وامسح الارضيه واظبطها، وبعدين نفرش كمان كل الفرش بتاعنا بقى. انا بقى ايه كنستها كده بسرعه، ورحت جايه ايه جايبه المساحه بقى تحتي، وقلت امسحها كده بالمساحه واظبطها عشان افرش السجاده بتاعتي. ودلوقتي برضو هجيب بقى الفرشة اللي انا عملتها وهوريها لكم كمان قد ايه يا جماعة. والله عطتني شكل جميل للركنة بتاعتي، وان شاء الله هكمل الباقي، بس انا قلت دي ايه اجرب فيها كده واشوف شكلها ايه. بس عايزاكم ان شاء الله بقى تقولوا لي رأيكم في التعليقات تحت. لو عجبكم اللي انا عملته تكتبوا لي رأيكم في التعليقات تحت. وكمان يا جماعة انتوا يعني انا ما بشوفش لايكات خالص على الفيديو. يا ريت كل اللي بيتفرج على الفيديو يعمل لي لايك عليه، عشان احس كده ان انا بعمل حاجة يعني. تمام. بدأت بقى ان انا احط الخداديات عليه، على واحدة من الركنة، حتة من الركنة كده، ان انا احط عليها كل الخداديات اللي عندي، وبعدين ارجع افرشها تاني. يعني اعمل جزء جزء كده، يعني ايه، عشان الخداديات دي بقى ما احطهاش في، يعني مش لاقيه لها مكان، حطيتها على فوق الركنة كده. على ما اخلص بقية الفرش هفرش حتة حتة، جزء جزء كده، اغطيه بالقماش اللي هو البواقي اللي عندي ده، اغطي بيه الركنة، وبعدين ارجع اعمل بقى اللي اشيل الخداديات دي تاني، كل واحدة في مكانها. تمام. هوريكم طبعا دلوقتي بقى الفرشة اللي انا عملتها، هفرشها كده بقى في النص. طبعا بتحمي الركنة عندك انها تتبهدل بسرعة جدا. طبعا في اطفال وفي هرس كتير على الركنة، فبتحملك كتير كتير، يعني الهرس بتاع الولاد فوق الركنة، تحمي القماش بتاعها وتحافظ لك عليها، مش كل شوية تغسليها. فبتظبط بصراحة الركنة بتاعتك. حتى انت لو عندك قماشة باقية منك زي كده، او هتشتريها وهتظبطيها انت، لو هتحطيها من غير ما تعملي عليها حاجة، بس هتحملك الركنة عندك. ولما فرشتها ما شاء الله عليها كانت جميلة خالص، يعني حلوة قوي. لان انا شفت قطع من زي دي كده بتنباع بره في المحلات، بصراحة كانت غالية قوي، يعني هي معدية القطعة معدية 100 جنيه.
فانا قلت اعملها عندي، والموجود القماش فعملتها عندي، طالما اقدر اعملها ما اجرب، إيه المشكله؟ طبعا انا كده بدأت ان انا ارص الخداديات بتاعتي على كل جزء في الركنة، وبعمل جزء جزء زي ما قلت لكم كده، وكده ايه، انا بفرش بقى الحتة ديت انا ما عملتهاش بقى، ما عملتش عليها البرواز زي ما عملته على التانية كده. انا قلت اما اجرب في التانية، وان شاء الله هعمل دي. وانتوا بقى ان شاء الله تقولي لي رأيكم في التعليقات، اعمل التانية ولا ما اعملهاش؟ يعني هي شكلها حلو، اعمل في التانية ولا اسيبها زي ما هي كده؟ مش عارفة التصوير كان هنا ملغوش كده في المقطع ده كده ليه. تمام كده. وبرضو بدأت ان انا احط الخداديات عليها، انا متهيالي يعني دوكها شكلها احلى. اللي لسه معايا بقى لحد دلوقتي في الفيديو كده، وصل لحد كده، يا ريت يعمل لي لايك فضلا وليس امرا. واللي لسه بقى ما اشتركش في القناه كمان يشترك في القناه عشان يوصلوا مني كل الفيديوهات اللي بعملها جديده ان شاء الله. هخلص بقى كده، هخلص بقى كده ان شاء الله فرش الخداديات ديت والصاله، وهبدأ بقى ان انا ايه، نطلع مع بعض للفراخ كده، نشوفها كده وصلت لحد ايه. كده بقى منظر الخداديات لما خلصتها. هقرب لكم كمان الصورة كمان عن كده شوية. كده بقى من بعيد كده شكلها من بعيد. والله يا جماعة يعني مش لازم الحاجة تكون يعني يعني مثلا انا جايباها من بره بمبلغ جامد وشارياها بفلوس كتير قوي عشان انك تخلي منظر بيتك كويس. انت ممكن من اقل حاجة تعملي حاجة كويسة. جبت بقى السجادة بقى وبدأت ان انا افرشها بقى كده. طبعا انا مش هسيب برضو السجادة كده، مش هسيب السجادة كده، انا هحط فوق السجادة كمان حافظة برضو تحافظ على السجادة، لان هي برضو لونها فاتح زي ما انتم شايفين كده. يعني لو سبتها يومين هتتدمر. والسجادة طبعا عشان ان انا اغسلها يعني كل اسبوع يبقى يعني بحرام. فانا دلوقتي هحط فوقها الحافظة بتاعتي، طبعا بتحافظ عليها مدة كبيرة جدا على ما افكر ان انا اغسلها تاني. كده بقى انا فرشت السجادة. هجيب بقى الحافظات بتاعتي وايه، وافرشها على السجادة. طبعا الصالة عندي كبيرة، فانا جايبه لها حافظتين هفرشها فيهم. وبيتبقى كمان منها قطعة مش متغطية كمان، دي بشوف لها برضو حتة سجادة عندي صغيرة كده بحطها عليها. هفرش بقى الحافظة كده عليها، بفرشهم الاتنين بالعرض كده عشان يقضوا السجادة بتاعتي. انا حاولت ان انا اجيب حافظة واحدة على قدها، صراحة لفيت كتير في محلات كتير وما لقيتش خالص المقاس بتاع السجادة ده، لان هي فعلا السجادة كبيرة وما لقيتش حافظة المقاس بتاعها. فاضطريت ان انا اشتري قطعتين من الحافظة عشان ان انا اقدر اغطي يعني مساحتها كلها. ولكن برضو بقى حتة منها برضو معرفتش ان انا اغطيها يعني بجزء كمان. بفرشهم الاتنين كده فوق بعض جاي جنب بعض كده بالعرض، بيحملوا السجادة. بقول لكم عايزة اقول لكم فترة حلوة جدا. وكل يعني مثلا كل اسبوع اشيل الحفظتين دولت واغسلهم، بغسلهم في الغسالة عادي جدا، ما بيجرى لهمش اي حاجة لان الحفظة يعني كويسة نظيفة، فتستحمل معايا الغسيل، ما بيجرى لهاش اي حاجة، كأنك بتغسلي السجادة اللي هي السجادة بتاعت الصلاة كده.
ومش تقيلة يعني انك هتبقي شايلة هم انك تغسليها، لا دي خفيفة انك تقدري تغسليها حتى لو مش هتغسليها في الغسالة. دي بقى المكنة بتاعتي بصراحة بتساعدني في حاجات كتيرة جدا، الحمد لله ما شاء الله. كده بقى انا جايبه لكم كل شكل الصالة بعد ما فرشتها كده. السلام كده عليكم ورحمة كأنها الله من امبارح. وبركاته. ازيكم الحمد عاملين لله، ايه؟ يا رب اللهم تكونوا لك كلكم الحمد. بخير. كده بقى نطلع للفراخ بتاعتنا كده. ندخل كده نبص على الفراخ بتاعتنا كده ان شاء الله، اخبارهم ايه. طبعا انا مصورتلكوش الفراخ من وقت ما كان عمرهم يوم، تمام. دلوقتي كده هم عمرهم ان شاء الله 22 يوم كده. نفتح بس نهولهم الشباك كده عشان الدنيا حررت شوية. افتح لكم الشباك كده يعني تهوية شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا انا ركبت يا جماعة العلافات بتاعة الاكل، في علافات كمان جوه اهيت عشان تقضي العدد اللي معايا، تمام. انا ركبت لهم العلافات اهوت. وفي طبعا النبل برضو بتاع الميه ركبته. شلت السقايات ديت من عمر بتاع 12 15 يوم كده، شلت السقايات وحطيت النمل بتاع الميه. وليها طبعا ليها اللي هو الجيركن او العلبه الكبيره اللي بملاها ميه من فوق ديت، بملاها ميه وهي بتنزل في النبل توصل لهم الميه. طبعا هما دلوقتي بقى حط لهم الاكل بتاعهم واملا لهم السقايات كمان اللي هي الجيركن الميه ده، ونكمل مع بعض ان شاء الله. احط لهم بقى العليقه بتاعتهم كده. احط العليقه اللي تقضيهم، بس مش هكتر يعني ان العليقه تتنها قدامهم طول النهار، عشان دي برضو بتعمل سموم في العليقه، ان العليقه تتنها مكشوفه فتره طويله. احط لهم كمان في العلافه اللي جوه برضو. تمام. احط الباقيين برضو. هحط لهم بقى كمان في الميه، هحط لهم مضاد سموم. طبعا انا حطيت لهم، انا بغير العليقه مضاد سموم وبرجع احط لهم كل اسبوع مره ولا مرتين في الاسبوع مضاد سموم برضو. وممكن برضو رافع مناعه مرتين في الاسبوع. هما كان عندهم برد، وحطيت لهم عملت لهم اعشاب، عملت لهم ينسون، وعملت لهم عليه، حطيت لهم عليه اسبرين اللي هو الريفو العادي ده، وكمان عملت لهم ورق جوافه. الحمد لله الطشمه راحت منهم خالص الحمد لله. بس طبعا في سنه اسهالات كده، فانا هحط نشا خفيفه كده. كده حطيت نشا كده اهي. معلش بقى ان الصوره بتتهز شويه، بس انا ماسكه التليفون وبحط بالايد التانية. تمام. هحط بقى مضاد السموم اهوت على الميه. انا معايره ان الغطا ده، غطا علبه الدواء ده 5 سنتي بس كده. هحط لهم بقى واشغل النت. خلاص كده بقى انا كده ظبطت الميه بتاعتهم. اتاكد بس ان اهو انها شغاله.